ولا أنسى أن أنبه على أمر حدثنا به إخواننا في هذا الموضع، وأيضا رأيناه حين خرجنا إلى المسجد الآخر في كلمة العصر، أنه يوجد أناس يظهرون شعائر الكفر بين المسلمين، يظهرون الصليب، يعلقونه على أعناقهم، ويمشون بين المسلمين في الأسواق في الطرقات، ويجاهرون بشعائر دينهم النصرانية، وهذا والله منكر عظيم. هذه جزيرة العرب، اليمن وبلاد الخليج، أرض نجد والحجاز كلها جزيرة العرب، لا يجوز أن يقر فيها أحد من أهل الكفر، لا يجوز أن يبقى فيها مشرك ولا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا أحد من أهل الكفر. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، لا يجتمع فيها دينان، طهرها الله من الكفر، طهرها الله من عبادة غير الله، فلا يجتمع فيها دينان، فلا يجوز إقرار هؤلاء، ولا يجوز الإذن بالبقاء لهم في بلاد الإسلام إلا إن كانوا أهل ذمة تحت حكم الوالي، يبقون في بلاد الإسلام بأحكام أهل الذمة في غير جزيرة العرب. أما الجزيرة العربية فلا يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يبقى فيها إلا الإسلام،